الفيديو ده بيعمل زبدة الفول السوداني اللي بقينا نستخدمها في كل الوصفات فعليا في خطوة واحدة بس، وما خدتش منه دقيقتين، وشكلها طالع احلى من بتاعة بره بكتير جدا. تعالوا نجرب ونشوف طعمها هيطلع معانا هو احلى ولا بنجيبها من بره. يلا بينا. محتاج 3 كوبايات من الفول السوداني، هننزل بيهم في اي صينية كده، وهدخلهم الفرن عشان يتحمصوا. هدخلهم تحت الشوايه، مش هياخد 10 دقايق بس، هطلعهم كل دقيقتين 3 اقلبهم عشان ما يتحرقوش وادخلهم تاني. بصوا بعد التحميص اهو ده اللون البني اللي انا عايزاه. هنزله كله في الخلاط. دلوقتي هنفرمه كله في الخلاط، وعشان اضمن ان هو يطلع كريمي خالص ومفيش اي اثار لحبوب صغيره كده من السوداني، كان لازم استخدم خلاط سكاني ال 4500 واط. بيفرم الازاز، بيفرم الفاكهه بذرها من غير اي ماده سائله، وفي زرار في النص من المينيمم للماكسيمم، نقدر نتحكم في سرعه الشفرات الستانلس ستيل اللي جوه للسرعه اللي احنا عايزينها بالظبط. بصوا اول ما يتفرم ونوصل للقوام ده، بصوا اتفرم خالص اهو، مفيش اي اثار للسوداني. هننزل عليها بمعلقه صغيره من الملح ومعلقه كبيره من العسل الابيض كده، ونضربهم تاني. خلصنا ضرب خلاص. بصوا بقى قوام زبده الفول السوداني اللي وصلنا له. بصوا شايفين؟ بسبب سكاني، شايفين؟ الكميه بقى كلها عملت معايا دول. يلا ندوق بقى ونشوف طعمه ايه. جماعه مش ممكن، حقيقي مش ممكن. عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي. حاسه كمان ان طعمها احلى من الجاهزه اللي هي المعلبه اللي احنا بنشتريها دي. طعمها مركز جدا، طعم الفول السوداني فيها باين قوي. طعمها خرافه، حقيقي خرافه. وبصوا الكميه دي عملت معايا دول، ده 200 جرام وده 250 جرام، يعني حوالي نص كيلو. احنا بنشتري المعلبه 200 جرام وسعرها 350 جنيه، فاكيد دي انضف 1000 مره واحلى وصحيه جدا. وبالنسبه بقى للي مش عنده الخلاط اللي انا استخدمته سكاني وهيعمل في خلاط عادي جدا، هيزود زيت او زبده عشان يتضرب معاك كويس. تمام؟ حقيقي تستحق التجربه.